عايز تعمل موشن جرافيك يبهر اي حد من غير ما تحتاج خبرة كبيرة، خليك معايا وهعرفك ازاي تستخدم برنامج انيميكر بخطوات سهلة وبسيطة. هنشرح الموشن جرافيك من موقع اسمه انيميكر. ده اسم الموقع، بنسجل عليه عادي بالايميل بتاعنا. اول ما بسجل عليه دي اول حاجه بتقابلنا في البرنامج مش مجاني، برنامج مدفوع. هو في حاجات مجاني وفي حاجات مدفوعه، بس هنشوف برضو ازاي ان احنا هنعمل فيديو عادي بالحاجات المجانيه المتوفره في البرنامج. اول حاجه هنضغط هنا على كرييت، هنلاقيه مدينا اختيارين، وايت بورد او كرتون. البرنامج ده فيه ميزه ان احنا برضو ينفع ان احنا نشتغل عليه وايت بورد عادي، وكمان ممكن في فيديو واحد ان احنا نشتغل موشن جرافيك وايت بورد كمان، يعني دي ميزه برضه في البرنامج. تحت هنا دي المقاسات اللي احنا ممكن نشتغل عليها، مقاس اليوتيوب، انستا، الريلز. هنا بقى الخانه دي ينفع ان احنا نكريت المقاس اللي احنا عايزينه، فانا هختار مقاس اليوتيوب. دي واجهه البرنامج اللي هنشتغل عليها. عندي اول حاجه هنا ستايل، برضه بيديني ان انا اختار موشن جرافيك ولا وايت بورد. التمبليتس هنا بيديني مجموعه من القوالب الجاهزه ان انا ينفع ان انا اشتغل عليها، اضيفها بس واحدد فيها الحاجات اللي انا عايزاها. الكاركتر هنا شخصيات كبيرة خالص متنوعة. بصوا مديني كل الفئات اللي انا ممكن استخدمها في الفكرة بتاعتي، يعني بس مش كلها مجاني، في حاجات كتيرة مدفوعة. انا بقى مفيش حاجة من هنا عجبتني وعايز ان انا اعمل الشخصية بتاعتي او اكرت الشخصية بتاعتي على حسب الفكرة اللي انا متخيلها وتكون برضو مناسبة مع فكرة الفيديو بتاعي. فانا بعمل هنا كرييت، برضو بيديني ان انا اختار وايت بورد او كرتون. النسخة المدفوعة بيكون مديني شخصيتين بس ان انا اشتغل عليها، باقي الحاجات بتكون مدفوعة. فانا مثلا هختار الشخص ده. بص هنا بيكون مديني كل الاشكال الشخصية ان انا ممكن اختار منها تناسب معايا الفكرة بتاعتي، بس انا برضو عايزة اعمل الشخصية زي انا متخيلها، ومفيش حاجة من اللي انا شايفاها هنا هتمشي معايا او مش عاجباني. انا ممكن اضغط على اي شخصية من الحاجات اللي انا شايفاها دي، انا بغير في الشخصية زي ما انا عايزة. بعد ما بخلص بعمل هنا سيفينج، بعد كده بضغط على باك تو بروجكت. تمام، هي الشخصية هي ظهرت معايا اللي انا عملتها. اول ما بضغط عليها بتتحمل معايا. البرنامج فيه كمية كبيرة من التحركات اللي تناسب معايا كل المواقف والمشاهد اللي انا هحتاجها في الفكرة بتاعتي. ممكن كمان من هنا ان انا اسرش عن اي حاجة انا عايزاها، هلاقيها برضو موجودة. القناة دي مثلا عايزة تكست بوكس للكلام، اشكال معينة، اطارات، كل حاجة الاقيها متوفرة هنا. ممكن كمان برضو اسرش عن اي حاجة انا عايزاها ان هي تكمل معايا الفكرة بتاعتي. التكست هنا بقدر ان انا اكتب اي حاجة انا عايزاها. بلاقيها ظهرت هنا الحاجات اللي ممكن استخدمها في الخط، في تأثيرات. هنا مثلا نختار نوع الخط، بس للاسف الخطوط هنا مش متاحة عربي، كله انجليزي. يعني ان انا انوع في الخطوط العربي. دي الخلفيات اللي انا ممكن استخدمها. لو في حاجة برضو انا عايزاها ومش موجودة هنا قدامي انا بسرش عنها هنا. فانا مثلا هختار الخلفيات. هنا دي الصور برضو ممكن احتاجها، بيكون مديني صور انا ممكن ان انا هتساعدني برضو في الافكار بتاعتي. البرنامج بيكون مديني برضو ان انا اضيف فيديوهات للفكرة بتاعتي. بيكون برضو مديني ميوزك. هنا بقى تأثيرات في حاجات كتيرة مجاني، يعني ممكن ان احنا نستغلها. هنا بقى انا بحمل اي حاجة من الجهاز عندي، سواء صوت او صورة، اي حاجة انا عايزاها انا بحملها من هنا. بعمل هنا اوبن. ده تايم لاين، هنا بزود زمن المشهد وبقلل زي ما انا عايزة. ده هنا الاكشن. هنا دي الالوان اللي انا ممكن اغير بها برضو الشخصيه بتاعتي. طبعا انا بس بضغط على الشخصيه كده تظهر لي كل الاكشن اللي انا عايزاه. انا مثلا فكره المشهد ده انا عايزه ان الشخصيه دي تدخل وهي تمشي فتقف تشاور هاي، بعد كده تقف تتكلم. هنفذ الكلام ده ازاي؟ عادي ان انا اخرج الشخصيه كده بره المشهد. طب هنا اهو، هو كده بيمشي. تمام، هو كده بيمشي في مكانه. لا انا عايزاه يتحرك جوه المشهد ويقف ويشاور ويتكلم. هعمل كده ازاي؟ بضغط هنا على اكشن بلس. هنا دي ريبليس، يعني انا عايز اكشن تاني غير الاكشن الموجود، فانا بعمل من هنا ريبليس. هنا فليب، يعني انا عايز اعمل مثلا انعكاس او اغير اتجاه الشخصيه.
فانا عايزه الشخصيه زي ما احنا اتفقنا، انا عايزه الشخصيه تمشي تدخل جوه المشهد وتقف تشاور في الاول بعد كده تتكلم. اعمل كده ازاي؟ انا عايزه اثبتها عشان اقدر ان انا احرك الشخصيه، فانا بضغط على العلامه دي بيظهر معايا علامه صح كده، اقدر ان انا احرك الشخصيه. عشان اثبت الشخصيه بضغط على علامه صح عشان اثبت الشخصيه في المكان ده واقدر ان انا اتحرك للنقطه التانية. تمام. بضغط تاني برضو على علامه الزائد عشان اثبت الشخصيه. نفس اللي عملته في الاول هعمله في كل نقطه انا هقف عندها. انا مثلا عايزه الشخصيه خلاص تقف هنا وتبدا ان هي تقف تشاور وتتكلم وتعمل اي حاجه انا عايزاها. فانا برضو بضغط، لازم اضغط برضو على علامه صح، بضغط تاني علامه زائد عشان اضيف الاكشن التاني اللي انا عايزاه. هنا اي حاجه انا بعملها بتظهر معايا في التايم لاين. هنا انا كده ضفت الاكشن التاني. في اكشن تالت انا هعمله ان انا عايزاه ينزل ايده ويبدا يتكلم. هعمل كده ازاي؟ بضغط على علامه صح، وعشان اضيف الاكشن التاني بضغط برضو على علامه صح. خلاص انا كده خلصت كل حاجه انا عايزاها. بضغط هنا على ابلاي. تعالوا نشوف كده كل الاكشنات اللي احنا عملناها. لازم ارجع السهم هنا في بدايه المشهد. عايزه اخر مشهد شويه عشان الحق ان انا اكتب يعني او ان هو يتكلم. اي حاجه بعملها بعد ما بخلصها بضغط ابلاي، برجع السهم هنا تاني. طيب بالنسبة للصوت انا عايزة ان انا اضيف الصوت. طبعا احنا بنضيف الصوت في الاول خالص قبل ما نشتغل عشان نقدر ان احنا نظبط المشاهد بالظبط مع الصوت. طيب بضغط هنا من ابلود. انا هنا من add a voice بيديني كذا اوبشن ان انا ممكن استخدم. ممكن ان انا اسجل من البرنامج الفويس اللي انا عايزاه، او ان انا مثلا ادخل الكلام اللي انا عايزه الشخصيه دي تقوله وهو بيترجم الكلام ده وبيعمل الفويس، وان انا مثلا احمل الفويس يكون جاهز عندي واحمله للبرنامج زي ما احنا بنعمل دلوقتي. طيب لو انا برضو هحتاج ان انا اكتب في المشاهد بتاعتي، بضغط هنا على تكست، بضغط كده 2 كليك وبكتب اي حاجه انا عايزاها. انا لو عايزه احط الكلمه دي في تكست بوكس بضغط زي ما قلنا هنا على الايقونه دي. مثلا انا هختار التكست ده. لو انا عايزه اعمل انعكاس للتكست بضغط من فليب. طيب انا عايزه اخلي الكلام يكون في الموقف اللي انا عايزاه، بضغط على الكلمه كده واظبط التايمر بتاعها من هنا. برضو التكست بوكس تشوف المشهد كامل. تمام كده اول مشهد. لو انا عايزه ازود مشهد تاني باجي من هنا علامه زائد. انا كده زودت مشهد تاني. في المشهد التاني احنا بقى قبل ما بنشتغل بنبقى مرتبين في كل مشهد احنا هنعمل فيه ايه. انا في المشهد التاني انا عايزه مثلا ان الشخصيه تكون واقفه في مكان عام مثلا سوق او مهرجان وعايزاه يكون بيشاور على مكنه الغزل ويتكلم عنها. هنفذ ده في المشهد التاني ازاي؟ هبدا ابحث عن الخلفيه المناسبه للمشهد اللي انا عايزاه. مثلا الخلفيه دي انا كده حددت الخلفيه، بنزل الشخصيه. عايزة مكنة الغزل، باجي هنا ابلود. انا حملت الصورة اهي، اول بضغط عليها كليك بتنزل معايا في المشهد على طول. انا ممكن في الحالة دي المشكلة ممكن تواجهني ان انا ممكن انزل الصورة عايزة اعمل لها عزل خلفية. انا هحمل الصورة كده. انا هتقابلني مشكلة ان البرنامج هنا مش ينفع ان انا اعزل فيه خلفية، مش ينفع ان انا انزل المشهد المنظر ده. انا هعمل ايه؟ في موقع اسمه ريموف، بضغط عليه كده. تمام. بضغط على ابلود، اختار الصورة. هي بتعمل عزل خلفية لوحدها. بعمل داونلود، هي كده اتحملت معايا. طيب هنقول مثلا ليه ما نحملش من كانفا الصورة PNG. الموقع هنا انا جربت ان انا احمل الصورة من كانفا PNG ما نفعتش في الموقع. تمام. الحاجات دي انا محملاها اهو PNG من كانفا. مثلا اضيف الرقم برضو نازله انها صوره عاديه مش معزوله الخلفيه. فالصور PNG اللي بنحملها من كانفا مش هتنفع على الموقع ده. بس احنا هتقابلنا مشكله في انيميكر، مشكله لوجو الموقع، لان ده نسخه مدفوعه فلوجو الموقع هيكون موجود حتى بعد ما نسيف الفيديو. فاحنا عشان نتفادى المشكله دي هنعمل ايه؟ مش هنسيف لوجو الشركه خالص. يعني انا مش محتاجه خالص اللوجو دلوقتي. انا بعد ما نحمل الفيديو ندخله على فورمورا وهذا نضيف لوجو الشركه من فورمورا عشان نخفي بيه لوجو الانيميكر. اللير انا بظبط فيه الطبقات بالشكل ده. عايزه ابدل حاجه مكان حاجه، عايزه اضيف انتقاله بين المشهدين، يا اما اضغط من العلامه دي في التايم لاين من هنا او من هنا. فانا بختار كده. كل دي ترانزليشن ممكن استخدمها. ولاحظ هنا ان كلها مثلا اختار الانتقاله دي. عايزه اعمل افكت للمشهد.
بالمناسبة هنا برضو أنا بقلل شفافية أي صورة أنا بضيفها للمشهد أو خلفية، أي حاجة أو فيديو، أي حاجة ينفع إن أنا أقلل الشفافية وأزود الشفافية من هنا. طيب أنا بعد ما بخلص كل حاجة أنا عايزة أحمل الفيديو، بضغط هنا بعمل داونلود. قولولي في الكومنتات تحبوا الفيديو الجاي يكون عن ايه في موشن جرافيك. مستنية افكاركم. ما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو عجبكم واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.